السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بصوا، يومنا النهاردة مختلف شوية. قلت كده روق على نفسي واعمل لي كده كوباية حاجة ساقعة. طبعا ده كان مش يعني الصبح، اللي هو مش الصبح بدري. كان خلاص بقى فطرت وكده، فقلت بقى ايه، هوريكم بقى الادوات اللي جبتها للمدرسة. هي لسه في ناقص حاجات بسيطة، بس ايه يعني عايزة اخد بقى رأيكم في الحاجات اللي انا جايباها، وتقولوا لي بالنسبة للأسعار ايه. طبعا هي بتتفاوت من مكان لمكان. انا هنا بصوا، دي المقلمة بتاعت بنت الصغيرة. دي جايباها ب75 جنيه، بس خامتها بصراحة عجبتني جدا. انا كنت ساعات بجيب يعني مقلمة كنت بسترخص شوية فيها، بس حرفيا برجع اشتري تاني. وبالذات للأطفال، الأطفال مش بيحافظوا طبعا على حاجة زي الكبار. فعشان كده مرضتش اللي هو اجيب حاجة اللي هو رخيصة زي كل مرة. قلت لا، يعني هجيب حاجة كده نظيفة تعيش معايا وتستحمل وتبقى تمام. ودي بتاعت ابني، دي جايباها ب50. بس بقول لكم خامتهم بأمانة، انا اللي عاجبني خامتهم حلوة جدا. وقولوا لي برضو بالنسبة للأسعار، ممكن مناسبة وحلوة الأسعار السنة دي فعلا كلها كده، ولا أنا جايبة حاجات غالية؟ يا ريت تفيدوني. انا طبعا بنتي الكبيره هي اللي مش عاجبها المقالم دي، عايزه المقلمه تكون ملهاش رسومات. شايفه ان هي طبعا بقت كبيره، فمش عايزه عليها رسومات، عايزاها ساده شويه، او تبقى ايه يعني كويسه للسن الكبير. طبعا دي بقى بصوا بقى التفاهه بقى، وستيتش واللي انتوا عارفينه واللي عامله في الاطفال. يعني بنتي الكبيره شوفوا، هي حاسه ان هي كبرت، بس بالنسبه للستيتش لا، هو عادي جدا. جايبة طبعا دي زمزمية، اللي هي دي جايباها ب80، بس خامتها برضو حلوة. انا كنت والله كنت بجيبها اغلى زمزمية، تقريبا كانت 40 30 كده. لا دي جايباها 80 جنيه، بس عجبتهم جدا وشبطوا فيها. دي واحدة البنت الكبيرة، واحدة البنت الصغيرة. انما الابني مش عاجبه، لا هو عايز، عارفين هو عايز جردل تقريبا في زمزمية، في هيئة زمزمية كده يعني. عايزين حاجة، عايز بيقول هاتيلي زمزمية 7 لتر. انا مش متخيلة والله زي ما بقول لكم. فمش عارفة هما الصبيان كده ولا انا ابني اللي دماغه كده، مش عارفة. فربنا يهديهم ويصلح حالهم. فلسه ما جبتلهوش طبعا الزمزمية بتاعته، بس جبت له بص بقى دي الادوات الهندسية. عارفة ان هو هيستخدم السنة دي البرجل، فانا بحب البرجل القلم بصراحة. فجبت له الايه اللي هي الادوات كلها على بعضها وحلوة، وجبتها لبنتي السنة اللي فاتت، والحمد لله عايشة معاها وكويسة المجموعة دي. وهنا بص بقى بالنسبة لألوان الخشب، انا جبت البنت اللي هي الصغيرة، اللي هي الاولانية دي. عايزة اقول لكم ان بنتي الصغيرة انا ببقى عايزة اجيب لها ارخص حاجة، لان هي حرفيا مش بتحافظ عليه وارمي وبهدل وضيع يعني. والله السنة اللي فاتت حرفيا جبت لها برضو زيها. يا بنتي سيبيها زي ما هي، الكرتونة بتاعتها حلوة. تقولي لا لا لا، عشان اشيلها في المقلمة. طب ما المقلمة خليها للقلم والاستيكة وكده، لا مصرة. فجبت لها هي واحدة، وجبت لاخواتها من اللي هم الكبار، اللي هو النوع النضيف. هو ان هو النضيف يعني، بس ايه اللي لقيته متوفر في المكتبة دي وقتها، ويعني يعتبر انضف نوع عندهم. ابني طبعا انا ما كنتش بجيب له بصراحة، لانه برضو مهمل في حاجته برضو شوية. بس قلت لا هجيب له برضو، مش هسترخص برضو فيه يعني معاه او كده، اللي هو لا هجيب له حاجة نظيفة، حاسس ان هو كبر فهم. تمام بقى، لازم تحافظ على حاجتك. فحاسه ان انا بجيب له المره دي، فقلت يا رب يحافظ. وجبت اقلام الماركر. اقلام الماركر دي كانت نوع طالع جديد كده، عارفين انه باهت كده شويه، فبيخلي الكلام واضح. الاقلام الماركر دي جايباها ب35 جنيه. والاقلام الجاف دي جايباها لابني، قلت برضو يمكن يكتب كده بخط حلو ويحسن خطه. بحاول اجيب حاجات ايه تحفزهم شويه على الكتابه، او ان هو يحسن خطه. وجبت اللي هي التانيين الاتنين، اللي هو الاخضر والبينك، دول اللي هما الكولوريكتور، اللي هو الشريط. جايبه الواحد ب20 جنيه. وهنا بقى البرايات دي، نبص برايات طالعه جديد، استيكه بالفرشه اللي هي بتمسح اللي هو مكان المسح كده، وبرايه. فقلت بس يا رب يحافظوا عليها. وتمام جبت لبناتي 2 ولابني واحدة، يعني اللي هو كل واحد فيهم واحدة، اللي هما الاتنين البنك للبنات والازرق للولد. طبعا احنا عارفين ان كل الكلام ده، والله احنا كان زمان كانوا عارفين، امهاتنا كانوا شغالين بالموس كده يبروا. وكان والله السن القلم كان جميل بجد.
وكنا بجد نكتب بيه كان بيستحمل معانا كده، مش اللي هو كل شوية يتقصف والكلام ده. كانت أيام حلوة جدا يعني، يا ليت الزمان يعود يوما. فالحمد لله برضو احنا بنحاول نجيب لهم حاجات نفرحهم بيها. بصوا دي اللي هي اللزق بتاع الفواصل، اللي هو بيعمل فاصل في الكتاب، يعني لو عايز تقف عند صفحة معينة بتلزقي واحدة كده وبتطلع من فوق بتعمل لك فاصل. دي ب10 جنيه. وجايبة اللي هي المساطر دي، جايبة اللي هي المسطرة فين دي ب5، والتانية برضو العادية ب5. جايبة للعيال الكبار بس، بنت الصغيرة لا. بصوا بقى دي اقلام سنون. بس عايزه اقول لكم بجد الاقلام دي طالعه نوعها حلو قوي، مش السنون اللي هو مش حلوة، او اللي هو تحس ان هو ممكن يتكسر لو ابنك داس عليه شوية هيتكسر، لا. برضو اول مرة اجيب لابني بصراحة، لان بقول لكم حرفيا ابني كان بيبهدل بجد الاقلام، وما بيكتبش اصلا، يعني الاقلام الجاف يكتب بيها يكسر السن من قدام، مش عارفة ازاي. كل شوية عايز قلم. مش بيحاول يحسن خطه كمان، يعني لما اجي اكلمه. فكان الموضوع ده كان مضايقني جدا. فقلت السنة دي هو داخل اولى اعدادي ان شاء الله على خير، فبحاول احسسه انت كبير، فيا ريت بقى نحافظ على حاجتنا. هجيب لك اهون برضو حاجات برضو اللي هو قلم الوان معرفش ايه وقلم سنون، فيا ريت نحافظ ونكتب ونحسن خطنا، وان شاء الله خير يعني، متعشمه في ربنا خير. فجبت له هو قلم ولاخته قلم. وهنا بقى بصوا جبت الاقلام. فاكرين الاقلام دي كانت زمان بقى لما كانت طلعت اقلام رصاص، كانت بصوا حلوه قوي. انا هنا مش عارفه، هو كان بنشيل السن من قدام، فاكرينه كنا نحطه من تحت كده كان يطلع لفوق التاني. فمش عارفه بقى هو ده بقى هيتعمل ازاي. فعامه ان شاء الله هنعرف طريقته، يعني هعرف طريقته كده مع نفسي ويا مسهل يا رب، يعني ربنا يستر وتحافظ عليهم بس بنتي. فبصوا هي بقى طبعا عجبها قوي اللي هي الساعة الرملية دي. فهنا برضو جبت لها واحد، ده تقريبا كان ب12 جنيه. فقلت ده على فكرة في الاول طبعا، يعني اللي هو الحاجات دي كلها انا عارفة ان هي استخدام في اول كام يوم كده، اللي هي بهجة المدرسة وفرحة المدرسة. جبت بقى دول للاستخدام بقى بعد كده، يعني انا كنت بجيب اصلا بالدست على فكرة، بس لسه عندي اصلا باقي شايلة من اللي هو السنة اللي فاتت. ولسه عندي اقلام جاف ما جبتش ما شاء الله، لسه قاعد اللي هي علبة على بعضها اللي هي الروتو. وجبت لهم بس الاقلام الرصاص دي القلم ب5، جبت لهم شوية. وجبت بقى بصوا طبعا بنتي الصغيرة لسه ما بتكتبش بجاف، فجبت للكبار بس دون بتاع بنتي طبعا ستيتش، وابني جايباله اللي هو باتمان دون. دول جاف وسنهم رفيع وحلو، وجربوه قبل كده وعجبهم. فقلت برضو بهجة المدرسة، انا حاسة ان بهجة المدرسة دي هتيجي على دماغي. وجبت بقى هنا اللي هو ايه قلم اخضر واسود واحمر. فدول كده اللي هي بالنسبة للادوات اللي هي بتاعة المدرسة، اللي هي يعني ايه حاجات خفيفة، لان انا كان عندي اصلا حاجات قاعدة من السنة اللي فاتت. وجبت التيكت والجلاد طبعا بقى اللي برضو لسه عندي، برضو لو احتجت ممكن ازود حاجات كده اللي هي فرداني مش شرط جملة. وبالنسبة بقى ان دول الحاجات اللي هي بتاعتي. في بقى كشاكيل تانية كانت طلبها اختي، فهوريها لكم دلوقتي برضو عشان بالنسبة لو عايزين تعرفوا الاسعار. انما انا اصلا عندي لسه كشاكيل برضو وكراريس. وطبعا انا خايفة اجيب زي السنة اللي فاتت يرجعوا يطلبوا مننا 100 ورقة ومعرفش ايه، وبيطلبوا طلبات حاجات تانية. فمرضتش بصراحة. فجبت هنا بصوا دستة المسطر دي 100 ورقة ب100 جنيه. وبالنسبة لدي الكراس دي ده اللي هو 56 تقريبا. انا جايبة عامة 3 دست اللي هي 60 ورقة، اللي هي بيبقى مكتوب عليها تقريبا 58 او 56، دي ب65 جنيه. وال100 ورقة ب100. وبالنسبة للكراسات اللي هي 28 ورقة ب90 جنيه. فهي دي الاسعار بتاعت الكشاكيل والكراريس. معرفش بقى ممكن تتفاوت من مكان لمكان، فقولولي برضو كده تمام الاسعار دي ولا ايه. ويا رب اكون فدتكم بالفيديو، بس عايزاكم بقى الاشتراك واللايك كده الجميل منكم. وان شاء الله يا رب يا رب يكون الفيديو كده عجبكم. بصوا بالنسبة لدي الكراريس اللي هي اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي ب28 ورقة ب90 جنيه. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.